بتفكر تشتغل في مجال السلامة، فأنا هقول لك على شوية نصايح من القلب كده علشان تبدأ صح وتكمل أقوى. أول حاجة، حط في بالك وافهم كويس إن شغل السلامة مش مجرد شغل روتيني، ده مسؤولية حياة. يعني كل قرار بتاخده ممكن يمنع حادثة أو يحافظ على روح بني آدم. تاني حاجة، ابدأ بكورس أساسي زي الأوشا في الصناعات العامة الجنرال اندستري، والأوشا في الإنشاءات اللي هي الكونستراكشن اندستري. اتعلم فيرست ايد، اسعافات أولية. اتعلم ريسك اسسمنت، تقييم مخاطر. اتعلم تحقيق حوادث. اتعلم ايزو 45001. تالت حاجة ونركز عليها، الاتيتيود أهم من الشهادة. يعني إيه؟ يعني تكون ملاحظ كويس، حاسم في قراراتك، تعرف توصل المعلومة ببساطة علشان هتتكلم مع فئات في المختلفة. دايما عندك رغبة تتعلم وتتطور. رابع حاجة، لازم أن يكون عندك مهارات تواصل وتطور نفسك فيها، لأنك هتتعامل في الموقع مع مهندسين وعمال وإداريين، فأنت لازم تعرف تتعامل مع كل هذه الفئات وتعرف تكلم كل فئة بلغتها. ادخل على الجروبات المتخصصة على لينكد ان، على الفيسبوك، تابع الجديد، اقرا تقارير حوادث، اعرف كل ما هو جديد عن الموضوع، بحيث ان انت تفضل دايما اب تو ديت. ممكن بعد كده تطور من نفسك وتقل السي في بتاعك، انك تاخد دورات متخصصة زي البيهيفير بيست سيفتي، تاخد دورة متخصصة في الكي بي ايز اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتور او مؤشرات الاداء، تاخد بعد كده حاجة ليها تاخد النبوش وهكذا. سابع حاجة، ما تستعجلش الوظيفة. طور نفسك دايما واشغل وقتك بالتدريب والتعلم المستمر حتى لو تطوع، لان الخبرة العملي بتفرق جدا. وفي الاخر، السلامة مش مهنة، دي رسالة. ناوي تبدأ، ابدأ صح وابقى محترف من اول خطوة.